نقدم لكم البابا غنوج، وهي وصفة من سوريا، وتعتبر من المقبلات الشهية والمفيدة، ويمكن تناولها كطبق رئيسي خفيف، تؤكل عادة مع الخبز العربي. المكونات: 3 إلى 4 حبات باذنجان حجم كبير، حبة طماطم مفرومة ناعمة، حبتين ثوم مفرومة ناعمة، خيارة صغيرة مفرومة ناعمة، فلفل أخضر حبة صغيرة مفرومة ناعمة، بقدونس حزمة صغيرة مفرومة ناعمة، ملعقتين كبيرتين من دبس الرمان، 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة ملح. طريقة العمل: نثقب حبات الباذنجان بالسكين، ونضعه في الفرن بدرجة حرارة 225 من الأسفل على ورق الألمنيوم، ونقلب حبات الباذنجان. عندما يبرد الباذنجان نتخلص من القشور. نصفيه بمصفاة ونضغط عليه بالملعقة ليتخلص من المياه الزائدة. نضع الباذنجان في الوعاء، ثم نضيف باقي المكونات عليه. نخلط المكونات جميعاً. نضع الباذنجان في طبق التقديم، ونزين الطبق حسب الرغبة. بالصحة والهناء. نرجو الدعم والاشتراك في القناة. شاركنا رأيك بالتعليق.